مرحبا أصدقائي وأهلا وسهلا بكم بقناتي. طبعا اليوم الفيديو راح يكون هو اعتذار لكل أصدقائي ومتابعين القناة. قبل 4 أشهر أو 5 أشهر بديت بهذه القناة وبديت أسحب فيديوهات تركية وأترجمها إلى اللغة العربية كتابة وصوت، بس مع الأسف شركة يوتيوب رفضوا هذه الفكرة لأنه ما يصير، اعتبروها أنه معتدية على حقوق الآخرين، وفعلا كلامهم كان صحيح. فلهذا أنا اليوم طلعت صورت هذا المشهد صغير يعني بهذه المحلات. الغاية منه أنه ردت أعتذر من عندكم لسبب مسح كل الفيديوهات اللي موجودة، وأتمنى من كل أصدقائي ما تزعلون من عندي لأنه مسحت هاي الفيديوهات. مثل ما تعرفون أنا القناة مالتي مرتبطة بشركة يوتيوب، يعني إذا يوتيوب ما يقبل على فيديو أو بيه أخطاء فلازم أنا من يمي أبدي أمسح الفيديو. فلهذا هم دزوا لي رسالة أنه ما يصير أو ما بها حقوق طبع ونشر، أو صاحبة القناة اللي أنا أخذ من عندها الفيديوهات ما قبلت أنه أنا أخذ فيديوهاتها وأترجمها للغة العربية، وطبعا هذه حرية شخصية وأنا أحترم رأيها، مثل ما أنا همينة ما أقبل أحد يأخذ فيديوهاتي. هي رفضت هذه الفكرة. فلهذا حبايبي أنا اليوم صورت لكم هذا الفيديو فقط لحتى أعتذر من عندكم، لأنه صار غصبا عني. أتمنى تعذروني لأنه مسحت الفيديوهات، وإن شاء الله راح تكون هذه القناة باسم جديد وراح يكون محتوى جديد. أتمنى من كل الحبايب اللي موجودين وياي قبل وبعد أي فكرة عندكم تحبون أنه ننقلها من خلال هذه القناة، تكتبوا لي اقتراحاتكم بالتعليقات، وأكيد راح إن شاء الله أسوي لكم أي شيء أنا أقدر عليه. حاليا بصراحة أي فكرة ما عندي، لأنه انقهرت لكوني أنه أنا تعبت على القناة وسحبت فيديوهات وترجمتها كتابة وترجمتها صوت، واللي مشتغل يوتيوب من قبل يعرف مقدار التعب هذا. فلهذا يعني بصراحة حاليا أنا حايرة شلون راح أبتدي هذا القناة أو شنو راح يكون محتواها. فهالمرة أنا أتمنى من عندكم أنتوا اللي تساعدوني بمحتوى هذه القناة. اللي وياي من زمان يعرفون أنه أنا عندي قناتين. القناة الأولى مطبخ أم صهيب، محتوى هذه القناة هو خاص فقط للطبخات العراقية والتركية والعربية، والقناة الثانية ما بها شيء مخصص، جولات، يوميات، تنظيف، سوالف، فلوقات، طبخات، أخياطة، متنوعة من كل شيء. القناة الثانية اللي هي الحياة حلوة مع أم صهيب. أما هذه القناة فحاليا أنا حايرة بمحتواها وحايرة شنو أخلي لها محتوى. فاللي أتمنى من عندكم حبيباتي وحبايبي تساعدوني في فكرة أنه نبتدي هذه القناة بداية جديدة وبمحتوى جديد. أتمنى ما تزعلون من عندي، وأحبكم بقد الدنيا، وأتمنى لكم السعادة، وتحياتي واحترامي للجميع.